انت تعرف بقى ايه هي اغرب سنه في تاريخ الكوره؟ لا اوبئه بقى ولا حروب ولا حتى كورونا. سنه 2004 حسمت الموضوع بشكل مختلف تماما. يعني انت لو فاكر مثلا ان فوز ليستر سيتي بالدوري الانجليزي سنه 2016 في وسط الفطاحل دي كلها اغرب حاجه حصلت، فانت فايتك كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، كده تعال نبدا بدوري ابطال اوروبا. نهائي دوري ابطال اوروبا سنه 2004 كان بين بورتو وموناكو، وقدر بورتو ان هو يفوز على موناكو في النهائي وياخد دوري ابطال اوروبا. الاغرب بقى من النهائي نص النهائي نفسه، يعني هتلاقي موناكو مطلع تشيلسي وبورتو مطلع ديفيديفو راكوني الاسباني. مين دول؟ انت متخيل نص نهائي دوري ابطال اوروبا لا ميلان بقى ولا برشلونه ولا انتر ولا ريال مدريد ولا يونايتد ولا الكلام ده كله. تعالى مثلا ناخد الدوري الالماني. طول عمر الدوري الالماني معروف بايرن ميونخ ودورتموند وشويه فرقه كده بياكلوا عيش معاهم، لكن في 2004 فيردر بريمن ياخد ثنائيه الدوري والكاس لاول واخر مره في تاريخه. طب بلاش يا سيدي المانيا، تعال نروح الدوري الاسباني. في اسبانيا بقى هتلاقي ريال ساراكوستا قدر ان هو يكسب ريال مدريد وياخد منه الكاس، ويكسب فالنسيا وياخد منه السوبر. هتقولي طب ما في دوري يا عم، اقول لك ان فالنسيا بقى كسب الدوري والسوبر الاوروبي واليوروبا ليج. يا باشا ده في ناس اصلا ما توعاش على ريال ساراكوستا ده اساسا. الفكره ان فالنسيا وريال ساراكوستا عملوا كده مع جلاكتيكوس ريال مدريد وبدايه فرانك ريكارد مع برشلونه. لو كل ده بقى ما كلش معاك، اتفرج على بارت 2 وانت هتشوف العجب.